فرقاطة تركية تتمل مياه الدافئة الصومالية. ومعظم الصوماليون يقولون ادخلوا الصومال إن شاء الله آمنين. وهذا يأتي بعد إبرام اتفاقية بين الصومال والأتراك بموجبها ينص أن يدافع الأتراك سواحل الصومال وأن يدربوا قوات البحرية الصومالية مقابل 30% من دخل ثروات البحار الصومالية خلال 10 سنوات. ومن ناحية أخرى هذا أمر جدًا من ناحية جيوسياسية، إذ يعني توسع نفوذ الأتراك في إقليم مما يجعلها أكثر قوة إقليمية فاعلة في المنطقة، ويجعل الصومال الغائبة عن الساحة السياسية قوة محلية في شرق إفريقيا. وما أشبه اليوم بالبارحة تحالفا دولتان